السلام عليكم. هحكي لكم اغرب قصه حصلت النهارده. شاب مصري لقيته بيكلمني بيقول لي لو سمحت حد اداني رقمك وانا نايم في الشارع بقالي 6 شهور وعندي 23 سنه وانا من اسيوط ومحتاجك تساعدني حتى لو هترحل لمصر، بس انا خلاص اتخنقت وزهقت. فانا قلت له خلاص انا مسافر يوم الاثنين هجي لك او يوم الثلاث، وبناء على ده اتحركت. فانا لما طلعت من المترو وقلت له هجي لك خلاص يوم الاثنين، لقيت الجو برد جدا. فجاه لقيت رجليا واخداني لحد هناك، ومن غير ما اعرف ازاي ومن غير ما حد يسالني ازاي لقيت نفسي رايح له لحد هناك. تمام. لما رحت هناك لقيته بردان جدا ومتكتك، فقمت جاي فاتح لايف وقلت يا جماعه اي حد يجيب جاكيت. فجاه لقيت الراجل المحترم دهوت اللي مش عاوز يبين وشه دهوت التونسي، لقيته جاي لي وجايب جاكيت معاه ودفنا الراجل. فجاه بدون اي مقدمات لقينا جمعيه معديه، جمعيه خيريه بتساعد الناس، وانا بتكلم معاهم عربي على اللايف لقيت واحده شكلها زي الفرنساويين بالظبط بتتكلم عربي وبتقول لي هو انت مصري؟ قلت لها اه. قالت انا كمان مصريه وما اعرفش، وقعدنا نتكلم. قالت لي احنا بنساعد الناس، انت بتعمل ايه؟ قلت لها بساعد الناس كذا 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 كذا. ولقيتها جايبه له كوفيه، ومن كتر ما الواد بردان هي نفسها تقلع الجاكيت تديهوله ومشيت وعينيها فيها دموع. وفجاه بدون اي مقدمات لقيت واحد بيقول لي في عندي سكن، وفجاه لقينا سكن في انضف مكان في باريس. وفجاه دخلنا السكن وفجاه لقيت واحد بيتصل بيا بيقول لي انا عاوز اعمل خير. قلت له روح اشتري مرتبه وبطانيه ومخده، وهو مش متابعني على اللايف النهارده بيقول لي انا عاوز اعمل خير مع اي حد. اتيسر جامد جدا 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 بدون اي مقدمات. فانا اللي عاوز اقوله اكيد الشاب ده حد داعي له، اكيد الشاب ده حد داعي له دعوه كويسه جدا، والحاجات دي جبناها من عندنا عشان نكملوا بقيه الحاجات اللي ناقصانا. الناس للناس خير الناس ينفعهم للناس. السلام عليكم. بصوا يا جماعه، في واحد مصري كده دفع له الايجار دلوقتي وجاب له الصك ده. الراجل المصري ده راجل محترم جدا جدا جدا، لبس الزونت على وشه وعلى عينيه، وجيت اشوف وشه قال لي والله ما انت شايف وشي، مداري وشه مني، ولقيته كرمش لي ال 200 يورو اداهم لي، وجاب الصك ده للراجل المحترم ده. الراجل ده مرزق وحد داعي له، ولقى لنا سكن في احسن مكان في باريس. الله يرزقك ويلا نخش السكن يا معلم. الشاب المحترم اللي تقريبا عمل حاجه حلوه في حياته، او امه وابوه داعيين له احلى دعوه. مرزق والله قوي، كل حاجه تيسرت له علشان يبات النهارده في كل شيء، في كل شيء متيسر له. اللهم ارزقه يا رب. يا جماعه دي الحاجات اللي جت له اهوت، مرتبه جديده، بطانيه، مخده، الحاجات التانيه. الراجل ده مرزق مرزق قوي، واللي جاب له الحاجات دي واحد صديقنا مصري ابانوب. ابانوب الله يبارك لك يا ابانوب، الله يبارك لك. هو محدش يعرف مين ابانوب بقى؟ الله يبارك لك، الله يبارك لك ويرزقك، الله يبارك لك ويرزقك. والله كتر الف خيرك والله.